تقنعنيش انك كنت منتظر من المنتخب ده يعمل حاجة امبارح. تقنعنيش انك كنت منتظر ان هو يكسب، يلعب حلو، يقدم كرة حلوة ويصعد. لان الموضوع من البداية كله من اوله غلط في غلط. غلط من البداية خالص، وما بني على باطل فهو باطل. غلط من البداية خالص لما تم تعيين حلمي طولان. مش يعني الغلط في حلمي طولان نفسه. حلمي طولان مدرب كويس ومدرب كبير وياما عمل وياما سوى. بس انت الوقت جايب واحد كان في اللجنه الفنيه لاتحاد الكوره، ونازل في كل برامج السوشيال ميديا وكل برامج القنوات تقطيع في حسام وابراهيم وفي جهاز المنتخب الاول. طيب ده ازاي لما هيجي هيقدر ينسق ويقعد ويتفاهم مع المنتخب الاول، ويقعدوا ينسقوا ويشوفوا ده ناخد ده، لا ده انت مش هتاخده، لا ده انت محتاج تجهزه، فانا العبه عشان اجهزه لك المنتخب؟ مش هينفع. صح كده؟ فكان المفروض في البدايه على كابتن حلمي طولان، اللي هو راجل مظبوط، انه كان يعتذر، يقول لا انا مش هينفع اقبل المهمه دي، انا راجل عندي مشاكل مع المنتخب الاول ومع الكابتن حسام حسن وجهازه، فمش هعرف انسق ومش هيبقى فيه لغه حوار ما بيننا، فبالتالي لا انا بعتذر ومش هقبل. لو اتحاد الكرة غلطان كان حلمي طولان يصحح الغلط ده، وكان يطلع ان هو يبقى راجل مظبوط ويجنب المصالح الشخصيه ويقدم مصلحه منتخب مصر على المصالح الشخصيه. لكن هو قال لك ايه؟ لا يا باشا شغلني، مفيش مشكله. كملت بانه راح جاب جهاز كامل عنده مشكله مع المنتخب الاول، او جهاز المنتخب الاول اللي هو كابتن احمد حسن والكابتن عصام الحضري، مع احترامنا ليهم الاثنين. بعدها بعد ما تعينوا كلها فيديوهات، انا الاسطوره الحقيقي، انا العميد اللي بجد، ده العميد الحقيقي، وكلها مشاكل وكنايه ومكايده في المنتخب الاول وجهاز المنتخب الاول. طب انت منتظر ايه؟ منتظر ايه منهم؟ ما تنتظرش اي حاجه. تمام. فبالتالي ما كانش في تنسيق ما بين كابتن حلمي والكابتن حسام حسن، ان هم يقدروا يختاروا ناس تمثل المنتخب في البطوله العربيه. ان هو ده مش جاهز فانا جهزه لك، لا انا مش هضم ده فانت ده خده، ده ممكن انت تاخده نشوفه نبص عليه. واحد زي امام عاشور كنت ممكن مثلا تاخده تجهزه، واحد زي مثلا زي طاهر انا ما خدتوش كنت انت تاخده، واحد زي ناصر ماهر انا ما خدتوش كنت انت تاخده، وهكذا. فكده غلط على اتحاد الكوره، وغلط على حلمي طولان، وكمان غلط على الرابطه ان هي ما اجلتش المطوشه بتاعه بيراميدز اللي مع كهرباء الاسماعيليه ومع بتروجيت، علشان كابتن حلمي كان يقدر ياخد اللعيبه بتاعه بيراميدز. تمام. اللي هو زي مثلا عندك كريم حافظ، زي مثلا عندك احمد سامي، زي الشناوي، زي زلاكا، زي قطه. الناس دي كانت ممكن تفرق، كانت ممكن تعمل شكل، كانت ممكن ان هي يعني تضيف حاجه للمنتخب. ولكن بغض النظر بقى عن الكلام ده كله، والله لو كنت جبت مين ما كانش هيحصل اي حاجه. لان بقى بغض النظر عن كابتن حلمي والاتحاد الكوره والرابطه والناس دي كلها، اللعيبه نفسها ايه ده؟ مفيش اي اداء، مفيش روح، مفيش لعب، مفيش تكتيك، مفيش جمله واحده، مفيش يعني انا فين؟ انا راجل دلوقتي كابتن حلمي ده ما يفهمش حاجه عن الكوره كويس، نزلني العب، انا بلعب باسم منتخب مصر، اثبت نفسي واثبت للدنيا كلها ان منتخب مصر ده منتخب قوي، واعمل كل اللي عليا. لكن مفيش اداء، مفيش لعب، مفيش اي حاجه. في كام لعيب كده انت خدتهم؟ يعني قول لي انت شفت منهم ايه، ولا يعني شفت منهم ايه اماره عشان واحد زي النني ده من ساعه ما كان بيلعب في المنتخب الاول وبيلعب في ارسنال، ده انا مش فاهم اصلا في ايه عشان اصلا يكون لعيب كوره، مش عشان اصلا يلعب في المنتخب او يلعب في ارسنال يلعب يكون اصلا لعيب كوره. مفيش. واحد زي قفشه شفت منه ايه علشان تاخده في المنتخب؟ واحد زي السوليه شفت منه عشان تاخده في المنتخب؟ كلها لعيبه على عيني وعلى راسي، بس خلاص انتهوا، ما عندهمش اي حاجه يقدموها، ما عندهمش اي حاجه يضيفوها كجديد للمنتخب. وحلمي طالما بادئ من البدايه غلط في التشكيل، ان هو بيلعب بالسوليه والنني جنب بعض، اللي هم ما عندهمش اي حاجه يقدموها. ولما جه عدلها راح لوح مدخل اكرم توفيق في نص الملعب وجنبه قفشه وجنبه غنام، وقعد النني. برضه مفيش اي تغيير، لان من البدايه مفيش تكتيك، مفيش جمله، مش متدربين على حاجه، مفيش اداء هم متدربين عليه انهم يعملوه. بنلعب الاردن بتلعبنا بالبودله بتوعها ويغلبونا ثلاثه ليه؟ بنلعب البرازيل؟ مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. فحاجه طبعا يعني لازم محاسبه، ولازم اللي حصل ده الواحد مش مصدقه، ان انت تتغلب من الاردن 3-0 بالبودله بتوعهم. الاردن دي مين؟ الاردن دي تاريخها ايه في الكوره؟ ده ولسه ولاد امبارح يعني، مع احترامنا ليهم يعني وعملوا اداء كويس ومنتخب قوي وكل حاجه، بس مفيش اداء لمنتخبنا.
ملناش شكل خالص. الواحد بصراحة يعني يعني كان قالوا بطولة ودية وبطولة حبية والدنيا تبقى، لا بطولة قوية جدا. منتخبات كلها قوية وجاية بتنافس وجاية بتقدم مستويات قوية وجاية بتظهر نفسها. مفيش غيرنا اللي بجد الناس مش مصدقة ان ده منتخب مصر، وان ده الشكل اللي بيقدمه ده منتخب مصر، والناس مستغربة. فبقى شكلنا وحش، شكلنا وحش. ولكن ولا اي حاجه هتحصل ولا اي حاجه هتتم ولا حد هيتحاسب، لان بقول لك ايه، عادي يا عم دي بطوله وديه، ده منتخب تاني مش مهم، ركز مع المنتخب الاول ان شاء الله هو اللي هيكسب وهو اللي هيفرحنا وبتاع. يكسب ايه ويفرحنا ايه؟ ما هو انت اصلا المنتخب الاول حالته ماشيه بالدعاء وبالضالين امين، فما بالك بالمنتخب ده؟ فانت منتظر ايه من المنتخب الاول برضو؟ هل انت منتظر منه برضو ان هو هيكسب وان شاء الله ويا رب وبالدعوات وبتاع ونفضل ماشيين بالزق؟ ما هو ما برضو ما فيش خطة او ما فيش حاجة احنا نبني عليها علشان تبين اداء او تبين نتائج انت هتعملها. لان مفيش خطه لا للمنتخب الاول ماشي بس بالمحترفين، اعتمد على صلاح، اعتمد على مرموش، اعتمد على زيزو، اعتمد على تريزيجيه وبس. لكن خطه، لكن اداء، لكن تكتيك، لكن فهم، لكن تطوير مفيش. كابتن حسام حسن معهوش الرخصه البرو بتاعت التدريب، فبالتالي فكره في التدريب معلش برضه محدود. المدربين مصر كلهم ما عندهمش، المدربين المصريين كلهم معهمش رخصه البرو في التدريب. ف اداء طبعا محبط جدا، والواحد اتضايق والواحد زعلان، ومفيش حد بصراحه يعني بيفهم وعنده عقل اللي شافه ده بصراحه ان هو يعني يدخل ذمته بنكله يعني. فبصراحه اداء سيء جدا، وهننتظر نشوف ايه اللي هيحصل، وربنا يكرم في المنتخب الاول. الامل فيه البطوله خلاص كلها كمان كام يوم في البطوله الافريقيه، لعل وعسى يفرحونا والاداء يتغير، ويكون مثلا البطوله العربيه دي ليها تاثير ايجابي ان هو اللعيبه تشد حيلها وتعمل اللي عليها بزياده، وكابتن حسام حسن يصحى كده ويحط لنا خطه كويسه وتشكيل كويس وفكر كويس واداء ان احنا نقدر يفرحنا ويعوضنا عن البطوله العربيه واللي حصل فيها والاداء المنتخب السيء، المنتخب بتاع كابتن حلمي طولان.